اول حاجه وهي الكاريزما والجاذبيه. دايما السينما بتطلع اشرار عندهم شخصيه قويه، حضور طاغي، وبيتكلموا بطريقه تخليك مش قادر تبطل تسمعه، زي رفاعي الدسوقي في مسلسل صوره كان عنده هيبه وطريقه في الكلام كانت تخلي اي حد يسمعه عشان انت خليته لازما يطلع يتكلم كده. وحتى لما كان بيعمل حاجات غلط الناس كانوا متعاطفين معاه. انت متخيل؟ يعني لسه شايف بوستر للفنان احمد عزمي طالع شيخ ومبرق، وطبعا الشيخ ده هيكفر كل كرو بتاع المسلسل وهيطلع هو اصلا بيعمل معاصي زي ما بيحصل دايما مع الشيوخ في الاعمال الدراميه. وفجاه تقوم انت مطلع لي تاجر السلاح بار باهله وبيعرف ربنا وبيدي النصايح، لا وكاريزما والحكومه بتعمل له حساب. انت متخيل؟ اكيد لو طفل شافه، وللاسف الاطفال بيشوفوا الكلام ده هياخدوه كقدوه. هتقولي لا الاطفال واعي ان ده ممثل، يا فرحتي ده انا عندي ياخدوا رفاعي الدسوقي قدوه ولا ياخدوا نمبر 1 ده قدوه، ده كفايه عبده موته كبير في البنطلون. تحب اقولهولك عشان ده لان الرقابه السنيه مش موجوده كويس. انا ما عنديش مشكله انك تعمل اي عمل بس تكون عامل عليه رقابه سنيه مضبوطه حذره زي ما موجود بره. وده برده مش على الرقابه بس عشان ما اكونش كداب، لازم برده يبقى في رقابه من الاهل. الاهالي بقى بتدي العيال التليفونات في سن صغير جدا وده لوحده كارثه. فيا ريت الاهالي تهتم بيعلم شويه، احنا بقينا بنشوف اشكال ما يعلم بيها الا ربنا.